ولا لاعب راح في اي مكان. ده اساسي. ولا عيال هناك الادب شتمتنا. هنسمع كل الناس دلوقتي كله هيقف هنا، بس انا بجهز له ما يخافش، مش مذبحة محمد علي. ترابيزه محترمه يقف وراجل ينزل يسالنا وينتقدنا، انما الشتيمه وقله الادب ليها حل عندي، انتوا عارفين. محدش شغال عند حد، لكن كلنا عاشقين للكيان ده، نادي الزمالك. اسهل حاجه كلنا بلا استثناء شكرا هنروح. عارفين لما نروح هيجي مين؟ القائم بعمل مدير النادي، مدير النشاط الرياضي، مدير مالي، في احلى ظروف بيمر بها النادي. عايزين كده؟ يا سلام، اسعد واحد. اروح اتفسح، اروح مارينا، اروح مراسي، اروح اسكندريه، اروح بره. انما انا في حياتي ما شفت عيال بتقول لهم زملكاويه بالسفاله دي وبقله الادب دي. وكنت اتمنى انهم يكونوا موجودين، عشان بدل ما يشتم تعالى قول لي انت معترض على ايه عشان افهمك، ما دام مش عايز تفهم. ده مش جمهور الزمالك. جمهور الزمالك جمهور محترم، ودي من السوشيال ميديا الزمالك. عمري ما شفت واحد بيعمل عمليه ودخلوه غرفه الانعاش والمفروض اللي هم اهله جايين عمالين يضربوا فيه، وعايز راجل من المختلط، راجل يدي عفيه، راجل وناقشني. بس عايز اقول لك حاجه، لو قلت ادبك تاني علقك من رجليك، لان اديت لك فرصه تيجي تناقشني وتنتقدني بادب وحوار محترم، انت خفت تاني. الا يوجد راجل في الصفحه المشبوهه المأجوره اللي اسمها المختلط؟ تعال هنا، او انا بقعد بتاع 4 متر، يعني على ما اجي لك اكون انت جريت. تعال لو راجل، تعال يا مرتشي يا مأجور، اشتمنا. تبعتوا تليفونات الادوات المحترمات، بنات فاضلات. الاول انت بنت فلان يا بنت الاصول استقيلي. ليه راحت امك هتستقيل؟ ليه؟ عشان ماتش؟ انا جايب لك بيان، انا كسبان الاهلي في عقدي كام مره واخد منه كام بطوله. انما القصه لا بطولات ولا بكسب، القصه فلوس بتدفع. تاني، حسين لبيب ما نجحش في حاجه غير انه يعمل لجان. ده اللي نجح فيه، ومع احمد سليمان ومع هاني شكري وعبد الله جورج ده غلبان ومصطفى خالد، دول غلابه ما همش فلوس ما بيدفعوش. والعتال كلموا بتوع المختلط السفله ويقول لهم مرتضى بيتحداكم تعالوا وقفوا هنا. انما لو كتبتوا كلمه بعد كده وقلتوا ادبكم من قديمه، احنا قلنا كل اللي بتنطمه، مش حتى اللي معانا، تعالى ناقشني